مباراة نارية ومجنونة جمعت بين الوداد الرياضي والاتحاد التونسي في البطولة المغربية. مباراة شهدت 7 أهداف كاملة، ريمونتادا مثيرة من الوداد في الدقائق الأخيرة. إذا كنتم من عشاق الإثارة فهذه المباراة كانت واحدة من أجمل المباريات الموسم. انطلقت المباراة بحماس كبير بين الفريقين، لكن المفاجأة جاءت مبكرا من أصحاب الأرض اتحاد التوارقة. في الدقيقة 13 تمكن اللاعب محمد أمين السهلي من افتتاح التسجيل بعد هجمة منظمة داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة في الشباك ويمنح التقدم لاتحاد التوارقة. للاتحاد لعبت بالمقاس ومحمد أمين السهل يتمكن من بلوغ الهدف الأول، تصبح النتيجة 1-0. ولم تمر سوى دقيقتين فقط حتى عاد الفريق نفسه ليضرب من جديد. في الدقيقة 15 سجل نصر الدين مستغفر الهدف الثاني بتسديدة قوية أربكت دفاع الوداد. هدفان مبكران وضع الوداد الرياضي تحت ضغط كبير، بينما حاول الفريق الأحمر العودة تدريجيا إلى أجواء المباراة. في هذه الليلة يصنع الحدث ويتمكن من تسجيل الثاني. مستغفر صنع الأول وجاب الثاني، جاله الأول ومشى للثاني والاتحاد متفوق متقدم في النتيجة 2-0. بعد تلقي الهدفين بدأ الوداد الرياضي يضغط أكثر ويبحث عن تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول. في الدقيقة 43 نجح وسام بن يدر في تسجيل الهدف الأول للوداد بعد هجمة مرتدة سريعة وتسديدة مركزة داخل منطقة الجزاء. كبير من مويزيس بانياغا يراوغ. هذا الهدف أعاد الأمل لجماهير الوداد، لكن الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم اتحاد تورقة هدفان مقابل هدف واحد. مع بداية الشوط الثاني دخل الوداد الرياضي بنية العودة في النتيجة، لكن المفاجأة جاءت مرة أخرى من اتحاد تورقة. في الدقيقة 54 سجل فؤاد زهواني الهدف الثالث لاتحاد تورقة، استغل فيها ارتباك دفاع الوداد وأصبحت النتيجة 3-1، وبدأت المباراة وكأنها تتجه نحو فوز أصحاب الأرض. فؤاد يوثق الثالث للاتحاد، الاتحاد يعود من بعيد ويتمكن من تسجيل ثالث هدف في هذه المباراة. لكن الوداد لم يستسلم وبدأ يرفع من نسق الهجمات ويضغط بقوة في الدقائق الأخيرة. ضغط الوداد أثمر أخيرا في الدقيقة 78 عندما تمكن وليد الصبار من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية أعادت الوداد إلى المباراة. وليد الجول عابرة لكل القارات، عابرة لكل الحواجز، عابرة لكل دقائق أخيرة كانت مشتعلة وجماهير الوداد كانت تنتظر العودة بفارغ الصبر. في الدقيقة 93 جاء هدف التعادل عن طريق حمزة الهنوري بضربة رأسية أسكن الكرة داخل الشباك. الاتحاد يسجل هدف التعادل، تصبح النتيجة 3-3 في زمن مباراة واحدة من أمتع وأجمل مباريات البطولة الوطنية. لكن الإثارة لم تتوقف هنا. في الدقيقة 96 خطف صلاح مصدق هدف الفوز القاتل للوداد. إمكانية للوداد، وريمونتادا قوية ومذهلة للفريق الأحمر. نهاية المباراة بفوز مثير للوداد الرياضي بنتيجة 4-3 أمام الاتحاد تورقة في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة هذا الموسم.